السلام عليكم. صحفي سوداني: الجيش السوداني يستعد في الفاشر لمعركة طويلة. في تصريح إعلامي مثير للجدل، أكد صحفي سوداني أن القوات المسلحة السودانية لن تسمح بسقوط مدينة الفاشر في قبضة الجانب الآخر، وأكد أن الجيش يعتبر الفاشر خط أحمر لا يمكن تجاوزه. جاء ذلك في سياق تحليل سياسي تناول تطورات الأوضاع العسكرية. وأكد الجيش السوداني ينظر إلى الفاشر باعتبارها آخر معقل استراتيجي له في دارفور، وخسارتها تعني انهيار كبير في التوازن العسكري والسياسي، وتدرك أن السيطرة على الفاشر من قبل الدعم ستمنح الأخيرة تفوق ميداني. وأكد أن هناك تعزيزات عسكرية وصلت للجيش والخطط الدفاعية تم تحديثها لمواجهة أي هجوم محتمل.